في مشهد عبثي كده احنا مستمرين فيه بقالنا اكتر من 70 سنة، ما بيتغيرش، بيتكرر كل شوية نفس السيناريو. وهو ايه؟ ان يجي مثلا كارثة تحصل، فبدل ما نناقش اسباب الكارثة ونشوف القصة ايه وايه اللي حصل واسبابها ونعالجها، يقول لك لا، وقد تدخل رئيس الجمهورية وبناء على تعليماته وتوجيهاته قرر كذا كذا كذا. فيتحول الكارثة اللي احنا فيها دي بدل ما نبص لمشكلتها ونعالجها، لا، تتحول إلى حدث فردي استثنائي بيتدخل سيادته من فوق بشموخه وقلبه الرهيف وحنيته على الشعب، ويتدخل فيحلها. طب هل المشكلة اتحلت؟ لا، ممكن مشكلة الشخص ده اتحلت، بس المشكلة نفسها لسه باقية. أحمد بغدودة رياضي مصري مصارع في المصارعة الرومانية، بيتعرض لما يتعرض له آلاف مثله في مصر من تهميش وإهمال وتجاهل ومعاملة سيئة، فما بيعرفش يشتغل على نفسه. فعند أول فرصة تسنح له بالهرب إلى مكان أفضل بيسافر، زيه زي عشرات الآلاف بل وملايين المصريين اللي بيهجوا من الجمهورية الجديدة لأنه مش عارف يشتغل. فأحمد بغدودة سافر تونس وحصل على ميدالية فضية في البطولة، وبعدين قرر في لحظة انه يهرب او انه يسافر او انه يسيب البلد ويروح لفرنسا، لعل وعسى انه هو يلاقي فرصة افضل يشتغل فيها على نفسه ويحقق ذاته. هنا بيحصل ايه بقى؟ طبعا احمد بغدودة اتشيطن، والهربان والخاين والجبان واللي ساب وطنه واللي في الاعلام طول الساعات الماضية، لحد ما قرر النظام في لحظة انه يتدخل نظرا لضغط السوشيال ميديا، ونجيب ساويرس كمان دخل على الخط وقال له تعالى يا ابني وانا هتبناك. فيعني النظام يبدو انه لقى نفسه في حرج، فقرر يتدخل وقال لك ايه؟ وقد تقرر بناء على تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس انه يدعو احمد بغدودة للعودة، وما تقلقش يا ابني احنا هندربك على نفقة الأكاديمية الوطنية للتدريب. طيب، هل المشكلة هنا اتحلت؟ قد تكون مشكلة أحمد بغدودة اتحلت، لكن مشكلة آلاف زي أحمد ما اتحلتش. بدل ما أنت تقرر إنك تعالج المشكلة وتشوف أسباب إهمال الرياضة والرياضيين في مصر، وتشوف أسباب النهوض بالألعاب الفردية في مصر اللي احنا متميزين فيها عبر التاريخ إيه، وتبدأ تحل، بدل ما تشوف مشكلة الضرايب اللي بقت بتاكل من قوت الواد اللي بيدوله 16,000 خدوا منه 14,000 ضرايب، بدل ما ننظر ونناقش المشكلة فين ونبدأ نضع حلول جذرية ليها، بنتعامل مع المشهد وكأنه حدث فردي وقرر وتفضل سيادته انه يتدخل ويحله. والإشكال الأكبر في الإعلام اللي بيسقف على كل حاجة. اللجان الإلكترونية اللي بتطلع اللي كانت شوهت أحمد بغدودة طول الساعات الماضية، وفجأة أول ما قرر السيسي إنه يتدخل ويقول لك أنا هحل مشكلة الولد، بقى الولد الجميل اللطيف اللذيذ اللي احنا بندعوه بقى إنه يرجع علشان يعمل ويسوي. كيف يقبل على هؤلاء أنفسهم؟ كيف تتحول ضمائرهم إن هم يقلبوا ويعملوا هذا التويست العجيب بين عشية وضحاها دون خجل؟ وليه بقول لك بقى القصة دي بتتعمل من 70 سنة؟ احنا من ثورة يوليو من 52، من أول ما العسكر حكموا مصر وهم بيكرروا نفس هذا السيناريو بحذافيره، بدون، والله العظيم بدون إبداع. تصدق بقى سنة 1961 حصل انفصال سوريا عن مصر. مصر وسوريا كانوا دولة واحدة، الجمهورية العربية المتحدة، في الفترة من 59 ل 61. فقرر الضباط في سوريا الجيش السوري انه ينفصل عن مصر بسبب بقى تفاصيل ده مش وقت ذكرها. المهم، خرج جمال عبد الناصر سنة 61 في خطاب شهير موجود على اليوتيوب، بيخاطب الشعب المصري وبيقول له ايه؟ شوف التويست بقى عشان تعرف احنا اتعمل تويست غريب قوي على الهوا. طلع جمال عبد الناصر وقال لهم انا اول ما سمعت بالانفصاليين التمرديين الرجعيين دول في سوريا انهم عايزين ينقلبوا على الوضع وينفصلوا عن الجمهورية العربية المتحدة، قررت ارسال لواءين مظلات على الفور الى اللاذقية، واصدرت اوامري بتحريك الاسطول البحري المصري الى الاراضي السورية لاجهاض هذه المحاولة الانفصالية. طبعا تهليل وتصفيق حاد
حاد من جموع الحاضرين. وبعدين عبد الناصر قال ايه؟ والله تويست غريب يا جماعه، بشوفه على اليوتيوب والله فظيع. وبعدين قال ايه؟ قال ثم جلست وقررت وفكرت، هل يقتل العربي اخاه؟ ايسفك دم العربي بيد العربي؟ فاصدرت اوامري وقررت انه ترجع هذه الوحدات وهذه الاساطيل والقوات اللي انا قلت انها تروح لسوريا وترجع، وتراجعت عن قراري. بص بقى رد فعل الناس ايه؟ نفس التصفيق ونفس التهليل ونفس الترحاب ونفس الحفاوة بالقرار اللي كانوا بيسقفوا لعكسه من 3 دقايق. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان فخامته هو اللي شايف واحنا بنسقف. احنا بنعملش حاجة. انت شايف ان انت تروح تجهض المحاولة الانفصالية معاك وتمام وتحيا مصر. لا، شايف ان السلام هو الصح. ده في ساعتها ده الراجل يعني في نفس الخطاب. تخيلوا هذا ما يحدث في الشعب المصري من 70 سنة. كيف يمكن لشعب أن ينهض ولا يتقدم وحكامه بيعملوا فيه كده، وإعلامه بيتعامل معاه كده، وحاكمه بينظر لشعبه هذه النظرة الدونية؟ أينشتاين سألوه، قالوا له هل في شيء أنت مش قادر تفهمه؟ أنت عبقري من عباقرة التاريخ، هل في شيء ما أنتش قادر تفهمه؟ قال لهم إجابة عبقرية. قال لهم في حاجة أنا مش فاهمها، إن في ناس بتتصرف وتكرر نفس التصرف في نفس الظروف وتتوقع نتائج مختلفة. ده قمة الغباء. تخيل أما يبقى شعب الإعلام بتاعه بيتعامل معه بهذه الطريقة وحاكمه ينظر إليه بهذه النظرة. كيف يمكن لهذا الشعب أن يتقدم أو ينهض؟